اتكلمنا على مجموعة من أغرب الأمراض النفسية، وكان من ضمنها مرض نفسي غريب هو الاكتناز المرضي أو متلازمة دايوجين. وباختصار المرض ده هيحتفظ فيه الشخص بكل حاجة حتى لو ملهاش لازمة، وما بيرميش حاجة أبدا، وبيكون بيته مليان مهملات وجرايد قديمة وحاجات زي كده. طب ايه السبب اللي بيخلي الواحد يحتفظ بحاجات ملهاش لازمة بعيد عن المرض الغريب ده؟ واحد، الإحساس بالذنب. لو حد اداك هدية بلوفر شكله وحش مثلا وما لبستهوش ولا مرة لمدة سنين، فالأهل والأصحاب لطاف جدا إنهم يدولك هدايا، لكن لو ما استخدمتهاش هتكون هنا المشكلة. علشان نتخلص من الحاجات دي هنظهر كأننا ما عندناش قلب ولا احترام للشخص اللي ادانا الهدية، لكن خلينا نتكلم بصراحة، لازم نتخلص من الإحساس بالذنب. فالإحساس بالذنب لازم ما يكونش له مكان في قرارك ده، لأنه لازم يكون قايم على الحاجة الفعلية للحاجات دي. اتنين، عندك تعلق عاطفي. الناس برضو ساعات بيحتفظوا بحاجات بتفكرهم بمناسبات وخبرات مهمة، زي تيشيرت جبته من رحلة الدهب، أو مجموعة قصص مصورة خدتها جايزة من مكتبة الحي. فاحتفاظك بحاجات زي دي من غير استخدام معناه ان عندك تعلق عاطفي بيهم، ومن الواضح انك عايز تحتفظ بالحاجات دي مهمة ليك فعلا، والمشكلة انك عندك ذكريات حلوة وتعلق عاطفي مع كل حاجة في البيت. فالحل ده انك تسمح بمساحة صغيرة محددة للحاجات العاطفية. 3، الإحساس بإنك ممكن تحتاجها في يوم من الأيام. إحنا عادة بنحتفظ بالحاجات اللي بنخاف إننا نحتاجها في يوم من الأيام، لكن كل حاجة ممكن نحتاجها في يوم من الأيام، وفي الحقيقة اليوم ده عادة ما بيجي. الحل إنك تحدد ميعاد لكل حاجة، لو ما استخدمتهاش فعلا لحد ما الميعاد ده يجي يبقى لازم تتخلص منها. 4، دافعين فيها فلوس. احنا بنحتفظ بالحاجات لاننا دافعين فيها فلوس حتى ولو ما استخدمناهاش، لان التخلص منها معناه اننا غلطنا لما اشتريناها. وفي التجارة مصطلح اسمه التكلفة الغارقة. لما تاخد قرار غلط بناء على استثمار غلط، فالفلوس هنا خلاص راحت ومفيش طريقة انك ترجعها، وعليك انك تلاقي طريقة تراجع صحة الشراء ده. فشراء الحاجة لازم يكون له تأثير قليل على قرارك في الاحتفاظ بالحاجة، والسؤال الوحيد اللي لازم تسأله هو الحاجة دي بكام دلوقتي، ولو مش محتاجها اخلص منها وبيعها. 5، بتعتبر الحاجة استثمار. بعض التحف والأساس بعد سنين كتير بيكتسب قيمة، وغالبا الحاجات دي بتبقى استثمار محتمل ممكن نكسب منه فلوس في المستقبل، لكن الحقيقة مستحيل إنك تعرف الحاجة اللي ممكن يكون ليها قيمة في المستقبل. 6، عايز تحافظ على صورتك. كتير من الناس بيحتفظوا بحاجاتهم علشان يحسنوا مزاجهم ونظرتهم للحياة، وبعضهم عنده حياة هامشية وممتلكاتهم بتمثل لهم فقدان الثقة بالنفس، وهيكون نصيحة سيئة انك تتخلص منهم. لكن حقيقة الموضوع ان لو تقديرك لذاتك مرتبط بالحاجات دي، فانت محتاج تشتغل على نفسك في نفس الوقت اللي تقلل فيه الحاجات اللي في حياتك. 7، شايل الحاجات لحد من العيلة. في الحالة دي في سبب مقنع انك تحتفظ ببعض الحاجات، فانت مش عايز ترمي حاجات اطفالك علشان شايلها لطفل جديد او ليهم لما يكبروا، لكن لازم يكون في حد للحاجات اللي هتحتفظ بيها. يعني ما تشيلش حاجات اكتر من صندوق معين، وبمجرد ما الصندوق يتملي لازم تاخد قرار انك تتخلص من حاجة جواه علشان تسيب مكان لحاجة تانية، او تدي الصندوق للي انت شايلهم الحاجة وسيبهم يتصرف. 8، بتحس بالراحة في الامتلاك. الامتلاك بيدي إحساس بالأمن والراحة، ولما بتشتري حاجة بتحس إنك حسنت أو أضفت حاجة لحياتك. كتير من الناس عندها هوس إن كل حاجة تكون كاملة أو سهلة الوصول ليها، فبيقعوا في فخ شراء حاجات تغطي كل جوانب الاحتياج اللي ممكن يقعوا فيه. استنونا في فيديو جديد هنتكلم على موضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.